الطبق ده بيتقدم في مطاعم كتير واغلبنا بيحب يطلبه. تعالوا النهارده نعمله في البيت ومش هياخد مننا غير 10 دقايق بس في التحضير. ده لاني هستخدم منتجات من براند ايزي ايتس، وده براند مصري عنده تشكيله مختلفه من المقبلات خطيره. جوده الحاجه تحفه وسهله في التحضير، مجرد بس اننا هنطلع الحاجه من الفريزر ونحمرها في زيت او نعملها في الاير فراير هتبقى جاهزه عندنا على طول. احلى حاجه عندهم انكم اول لما تدخلوا على الويب سايت عندهم وتعملوا اوردر هيوصل لكم بعد ساعه على طول. كمان كل علبه مكتوب عليها طريقه التحضير ونطلعها من الفريزر قبلها بمده قد ايه. طبعا كل المنتجات دي تقدروا تحمروها في الزيت او تعملوها في الاير فراير. انا جربت ان انا اعملها في الزيت وكانت خطيره. السمبوسه كانت تحفه واخده كده لون ذهبي وما شربتش زيت خالص. كمان الحشوه بتاعتها كانت غرقانه كده بالجبن وطعم الجبن فيها كان خطير. وكمان السمبوسه كانت مقرمشه وطعمها تحفه. حمرت الكوردون بلو في الزيت وكان طالع مقرمش كده واخد طبقه كريسبي، والحشو بتاعته كان غرقان بالحشو وطعمه تحفه. كل الجبن اللي هما بيستخدموها باين جدا ان هي جودتها عاليه ونظيفه. كمان هم عندهم ممبار بوبس، ده شكله خطير في العزومات. انا حمرته في زيت وطعمه طلع تحفه. كمان هم عندهم نوعين من الكسديه، عندهم بيف وتشيكن، الاتنين طعمهم تحفه وسهلين في التحضير. مجرد بس ان احنا نطلعهم من الفريزر ونسخنهم في طاسه يبقى عندنا جاهزين، مش هياخدوا معانا وقت خالص. وبكده بقى عندنا احلى واشيك طبق ممكن نقدمه في العزومات. شكله خطير وشيك وهيشرفنا جدا، ده لان جوده الحاجه تحفه وكمان طعمها خطير.